هذه الرحلة الجوية القادمة من أمستردام إلى مطار الناظور العروي تحمل المسافر رقم مليون بالنسبة للمطار هذه السنة. المطار تبارك الله كبير، استقبلتونا بالفرحه، زعما مخير هادشي اللي درتو معانا. كيفاش كان الاستقبال هذا؟ استقبال عظيم بزاف، عجبنا الحال. ودابا كنشوف العروي كبر بزاف المطار، في الاول كان صغير دابا كبرتو ولا عالمي. هذا الأداء المتميز لمطار الناظور العروي يعود إلى إنشاء العديد من الخطوط الجوية الجديدة التي تربط هذا المطار بالعديد من المدن الأوروبية، بما في ذلك وجهات جديدة. الاستقبال مخير صاحبي، المطار كبير مزيان، فهمتي، معدل كل شيء النظام. بلادنا زينه وما شاء الله وفيها كل خير. وانا صراحه انا دائما كنجي، يعني مره كنجي 2-3 المرات في العام. المغرب بلاد زين. هي التفاته جميله من المكتب الوطني للمطارات بالعروي، وكنتمناو مزيد من المثابره باش تكون خطوط دوليه وداخليه اكثر. وشهد مطار الناظور العروي تشغيل محطة جوية جديدة في يوليوز 2021 بطاقة استيعابية تقدر ب2 مليون مسافر سنويا. مطار الناظور العروي الدولي لأول مرة في تاريخ هذا المطار. هذا الحدث ينسجم مع الحركية التي تعرفها هذه المنشأة الجوية منذ سنة 2019، وقد تم حتى ما تم شهر نوفمبر الأخير تسجيل ما يفوق عن 957 ألف مسافر، وهذا ينسجم كذلك مع استراتيجية تطوير المطارات التي تتبعها إدارة المكتب الوطني للمطارات. المطار سجل رقما قياسيا بارتفاع قوي بلغ 34% بالمقارنة بنفس الفترة من سنة 2019 و23% بالمقارنة بسنة 2022.